ها يا محمود قولي. موضوع القروض ده انا ماليش فيه. اصلا حكايه الدين دي بتبقى هم بالليل ولا عياذ بالله ذل بالنهار. ما بلاش طريقة خالتي وخالتك دي يا محمود. صدقني الكارد ده أحسن حل إنك تمول بيه المشروع وتبقى برضو محافظ على الأصول بتاعتك. أمال يعني كنت عايز تعمل إيه؟ تبيع محل ولا حتة أرض عشان تمول المشروع؟ لا 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 لا، عياذ بالله تف من بقك. طب ممكن علشان خاطري ما تفكرش في الموضوع وريح بالك خالص. أول ما هتشغل المصنع هتعرف تسدد الكارد بكل سهولة. طب وانت بقى مش ناوي تحس بيا؟ انا شريكي. لما تظبط أمورك يا محمود. انا اموري متظبطه، جيب عمران والدنيا فل الفل. انت بس تأمري. انت حياتك الفترة اللي جاية دي هتتغير خالص. أول حاجة هنعملها إن إحنا مش هنعيش في بورسعيد. إحنا هنعيش في كومباوند وهنجيب فيلا كبيرة تليق برجل الأعمال محمود بيه شرشر، ونقدر نعزم فيها صحابنا رجال الأعمال والمشاهير والصحافة والإعلام عشان يجوا يغطوا كل الحفلات اللي إحنا هنعملها، وصورك تبقى على الجرايد والمجلات. ده غير إن أنت في يوم وليلة هتبقى حديث السوشيال ميديا. ايوه بس ده في ناس منسومين مني ما اقدرش اتخلى عنهم، امي واخواتي البنات. محمود يا حبيبي احنا مش مهاجرين، ده ما بين هنا وبورسعيد 3 ساعات، يعني سهل انك تروح وتيجي عليهم. وبعدين انت اساسي لازم تكون موجود هنا. امال هتعمل ايه يعني يا حبيبي؟ هتروح تقف لي في محل العصير؟ كلام موزون، كلام موزون. بقول لك ايه، سيبيها لوقتها، لما يجي وقتها حلها ربنا. ماشي يا محمود. تشربي البتاع، انت بتشربي ايه؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.